اتسالنا السؤال قبل كده وقلنا لو مش عايز اعمل في الغرف بتاعتي جبسن بورد اعمل ايه؟ تعال اقول لك هنا في الشقه دي عملنا ايه. الغرف هنا العميل ما كانش حابب يعمل جبسن بورد فيها، عملنا جبسن بورد في الريسبشن وفي بعض الفراغات اللي محتاجينها وظيفيا، انما في الغرف هو ما كانش حابب موضوع جبسن بورد قوي. فتعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجه عملنا كورنيشه فيوتك بسيطه سيمبل ما فيهاش تفاصيل كتير، وعملنا صبرس في ظهر الكومود يمين وشمال، وعملنا بانو دبل كبير في ظهر السرير. طبعا كل حاجه بمقاساتها وكل حاجه متوظفه من البدايه، فتوزيع الاناره ده مش عشوائي، معمول حسابه من البدايه. نفس الكلام استخدمنا هنا دلايه سيمبل بسيطه ما فيهاش يعني ابسط ما يكون، وفي نفس الوقت مقضيه الغرض منها كاضاءه رئيسيه بالاضافه لاناره الاباليك. طبعا في غرفه زي كده تكلفتها ما بتبقاش عاليه قوي. وتعالى نشوف كمان عملنا ايه في غرفه الاطفال. دي كانت غرفه الماستر، تعالى معايا. طبعا هنا في اوضه الاطفال نفس الكلام بالظبط، هم مش اطفال، هم يعتبر شباب ما شاء الله اللهم بارك. فعملنا برضو نفس الكورنيشه السيمبل، هي نفس الكورنيشه نفس القطاع. وهنا طبعا عملنا كل سرير وراه بانو دبل، وفي نص السرير عملنا ابليك مختلف تماما عن الابليك اللي موجوده طبقا طبعا لاختياراتهم هم. وعملنا برضو صبرس في ظهر كل كومود، بحيث ان هو ده يبقى عنده كومود وده عنده كومود، لكن الكومود الرئيسي للتحكم في الاناره والشحن هو ده. فبالتالي زي ما احنا شايفين برضو نفس الكلام، هنا وزعنا دلايه بسيطه في نص الغرفه، هم مش محتاجين اكتر من كده، هو دلايه رئيسيه. فطبعا زي ما احنا شايفين كل ابليك فوق كل سرير، واقدر اتحكم فيه لوحدي لو انا حابب اقرا بالليل او حاجه. دي كانت مثال بسيط وتكلفه بسيطه لغرفه ماستر وغرفه شبابي، نعمل فيها ايه ونوزعها ازاي كاناره وكتوزيع وكديكور وككل حاجه من غير ما اعمل جبسن بورد. ان شاء الله يكون فيديو مفيد ليكم، وابعتوا لنا اي اسئله ليكم سواء في رسائل او على التعليقات. شكرا جزيلا، سلام عليكم.